قادما من البصرة للمشاركة في مهرجان التسوق المصري الثالث في كركوك الذي انطلقت فعالياته حديثا، مجتبى خليل المواطن البصري المختص في بيع العطور عاود مرة أخرى عرض عطوره الخليجية المميزة في كركوك بعد الإقبال الكبير الذي شهده في العام الماضي. حبينا نعيد التجربة عقب نجاح التجربة الأولى العام في كركوك. الإقبال من الجماهير جدا قوي، الناس يحبون، تعودوا علينا وتعودوا على منتجاتنا، وحبينا نجي ونوريهم المنتجات الجديدة اللي وفرناها من عطور وبخور ومخمريات وعطورات شعر. ما شاء الله ما شاء الله، كركوك هي مدينة الكل على ما أظن، بيها الكردي والتركماني والعربي واللي جاي من المحافظات واللي جاي من بغداد، يعني ما شاء الله كوكتيل العراق أحسن أنا يعني كركوك. وهذا شيء جميل جدا أنه تشوف أكثر من ثقافة وتتعرف على أكثر من ناس، عكس المحافظات الباقية. يعني لما تجي للبصرة تشوف أهل البصرة، لما تروح للعمارة تشوف أهل العمارة، ولكن بكركوك لا، تشوف المجتمع العراقي بالأكمل، وما شاء الله متحابين ومتآلفين، وشيء جدا جميل يعني. القائمون على مهرجان التسوق المصري أعربوا عن سرورهم بتنظيم المهرجان مرة أخرى في كركوك وبمشاركة شركات محلية ودولية عدة، وسط سعادة من الجانب المصري بتواجدهم على أرض مدينة كركوك. الشركات المشاركة ما يقارب 54 شركة عراقية وعربية وأجنبية. الهدف من هذا المهرجان هو قوة الاقتصاد في العراق. احنا بنصمم هذه معارض بكل محافظات العراق لسبب انه نوصل صورة حلوة للعالم كله انه العراق الحمد لله كاقتصاد وكأمن وكأمان. هذا المعرض يقام للعام الثالث على التوالي، الحمد لله بفضل الله. المعرض بيشارك فيه شركات مصرية متنوعة، منتجات خان الخليلي، منتجات الألمنيوم، أساس الصدف والأرابيسك، الملابس النسائية، منتجات قطنية، ملابس داخلية، مواد غذائية، اكسسوارات. معانا كمان بتشارك شركات سورية، شركات من الهند، وأيضا بتشارك شركات عراقية. دايما دولت بيشاركوا معنا على طول، وبيشارك معنا بعض الشركات الإيرانية في المعرض. والحمد لله احنا سعداء بوجودنا في مدينة كركوك. المعرض لقى ترحاب شديد من أهلنا، والحمد لله أيضا إن المعرض بينجح على العام الثالث على التوالي. جايين طبعا بنعرف طبعا في البداية محافظة كركوك على المنتج المصري، بعد كده طبعا بيحصل تبادل تجاري، اللي هو مثلا من خلال تعرفنا للمنتج، بيحصل تبادل تجاري، وطبعا يعني تبادل الثقافات برضو فيما معناه. إقبال واسع من قبل مواطني كركوك على مهرجان التسوق المصري الثالث في ظل المشاركة الواسعة من قبل شركات متعددة والتي تقدم منتجات مختلفة، كما إن المهرجان يمثل فرصة لتبادل الثقافات بالإضافة إلى إنعاش الحركة التجارية.